كده رجعت 12 سنة. هي دي هي دي هي دي صينية ماما بالظبط. اهلا، ازيكم؟ عملت لكم النهارده وصفة من وصفات طفولتي، صينية البطاطس باللحمة المفرومة. تعالوا نحط الأول كيلو بطاطس على النار عشان يتسلق، وما تنسوش تحطوا له الملح وغطوه، وبعدين يتسلق تماما لحد لما نحط الشوكة نلاقيها طرية بالشكل ده. تعالوا بقى سيبوها على جنب تبرد شوية. تعالوا نعمل اللحمة المفرومة. طاسة على النار وفيها زيت وزبدة، وهنشوح اللحمة المفرومة دي حوالي تقريبا 300 جرام، بس مش هستخدمهم كلهم. شوح 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 وقلب قلب قلب لحد لما لونها يبتدي يغير كده هو ويبقى لونه البني. عندنا هنا هو حوالي بصلاية كبيرة مفرومة هنحطها وهنخلطهم مع بعض كويس. وطبعا ما تنسوش بقى هنا هون، للأسف أنا نسيت أصورها، ملح والفلفل وبهارات اللحمة ومعلقة سمنة في الآخر. خلاص خلوها على جنب. دلوقتي عندنا صينية الفرن هندهنها كمان ونحضرها، وأنا بحب أدهنها بالزبدة وأحط لها بقى دلوقتي معلقة من البقسماط. البقسماط ده مهم قوي بقى، الخطوة دي مهمة جدا، هتفرق قوي قوي عشان تطلع معانا خرطات البطاطس كده هو حلوة وما تلزقش في طبق الفرن. دلوقتي البطاطس بردت، هنبتدي نقشرها. اوقات كتيرة بنحن لوصفات امهاتنا اللي اتربينا عليها، والوصفة دي من اهم الوصفات اللي ماما كانت بتعملها، كنت بحبها قوي. كانت اكتر وقت تعملها لنا لما يكون عندنا ضيوف، بس كمان كانت تعملها لما يكون عندنا مثلا فراخ في الفرن، او مثلا صينية ريش او لحمة او حاجة زي كده. فكانت تبقى صينية البطاطس باللحمة المفرومة دي احلى طبق مرافق لاكله زي الريش او الفراخ اللي في الفرن. مش قادره اقول لكم انا بحبها ازاي، والنهارده عملتها لكم بنفس الطريقه اللي ماما كانت بتعملها بالظبط. زودت عليها تكه صغيره بس انا اتعلمتها من خبرتي فيها. اتفرجوا على الفيديو وقولوا لي رايكم ايه، هتعجبكم ولا لا. طبعا احنا هرسنا البطاطس دلوقتي، وانا اشتريت المهراس ده قريب وللاسف نوع وحش جدا. المهم، على البطاطس المهروسه هنحط صفار بيضتين، وهنحط حوالي نص كوباية لبن يكون دافي شوية صغيرة، من نص لتلات ارباع تقريبا. وما تنسوش طبعا ملح وفلفل، مش هنحط بهارات تانية خالص، هو بس ملح وفلفل. جميل. قلب 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 بقى كويس دلوقتي خالص لحد لما نعمل العجينة كده تبقى حلوة وطرية، وتحسوا كده ان البطاطس بقت هشة. ممكن تضطروا تزودوا حبة لبن تانيين لو عايزين. هنا بقى بحط حبة جبنة، ودي التكة بقى بتاعتي أنا. جبنة ميكس، جبنة رومي، جبنة بارميجان اللي يعجبكم. وبعدين هنيجي دلوقتي في طبق الفرن ونبتدي نحط الطبقة الأولانية من البطاطس. أنا بحط الأول معلقتين 3 كبار كده، وبعدين هنا بستخدم الاسباتولا دي بتاعة الحلويات، عارفينها اللي بنفرد بيها الفروستنج. دي هتساعد جدا ان احنا نفرد طبقة البطاطس في قعر طبق الفرن، وتبقى بتتساوى وتبقى حلوة جدا، ما فيهاش اي مشكلة. طيب، عملنا طبقة حلوة جدا كده. هنيجي بقى دلوقتي ونحط اللحمة المفرومة. مش هستخدم كل الربع كيلو اللي انا جبته دول تقريبا، يعني مش كلهم يعني. هنحط كده بالمعلقة ونساويها بالظبط. تمام. تقريبا يعني بقت مني معلقه. المهم ان انا دايما بيبقى عندي لحمه مفرومه في الفريزر. هنا بقى التكه اللي انا بعملها اللي مختلفه عن ماما، بحط جبنه مبشوره على فوق اللحمه المفرومه. هتساعد في ايه؟ هتساعد ان طبقه البطاطس التانية اللي هنيجي نفردها دلوقتي فوق الوش تلزق في اللحمه المفرومه، فما تبقاش ينفصلوا عن بعض. وبرده بالسباتولا هبتدي بقى افرد. اهم حاجه بقى هنا الطبقه اللي فوق، خلي بالكم بقى، ما بنحطهاش مره واحده، بنحطها شويه شويه ونفرد حبه حبه، لان الطبقه اللي فوق دي بتبقى شويه اكتر صعوبه من الطبقه اللي تحت، عشان اللحمه المفرومه هتفضل كل شويه تلزق في السباتولا وتطلع منك. فبالراحه واحده واحده، خديها بشويش، خديها جزء جزء. خلاص، بعد ما فردنا كل الطبقة دي تمام وكلها واطمنا ان هي كلها متساوية، هنيجي بقى دلوقتي عندنا بيضة عليها ملح وفلفل، نضربوها كويس بالشوكة، قلب قلب قلب، وبعدين عليها معلقتين من اللبن، الحليب يعني. قلب قلب قلب، وهنحطها دلوقتي فوق الوش. بس الأول نخرم الصينية، خرموها بالشوكة بالشكل ده عشان البيض واللبن برضو يتخللوا الصينية من جوه. عايزين تحطوا كمان معلقة زبدة، اوكي.
اخر حاجه برضو رشه من الجبنه الخفيفه، وعلى الفرن 200 تقريبا هتقعد حوالي نص ساعه. بصوا بقى شكلها لما بتطلع. تمارا كانت جايه من المدرسه جعانه جدا، قالت لي يا ماما اغرفي لي، وهي لسه سخنه ما بتبقاش طالعه الخرطه حلوه، يعني هتشوفوا كده دلوقتي تحسوا ان هي ايه ملخبطه، بس سخنه كانت بشكل وعجبتها جدا جدا. تمارا دلوقتي ما بقتش تحب تطلع في الفيديوهات. بص الصينيه مش لازق فيها حاجه ازاي بفضل البقسماط. بعد الغدا بقى انا قلت اقفل الفيديو، وادي شايفين الخرطه بتطلع حلوه ازاي ومظبوطه. بصوا جمالها. اتبسطت قوي لما عجبت طارق وتمارا، لاني بقالي كتير جدا ما عملتهاش، قالوا لي ياه وحشتنا. هي دي صينيه ماما بالظبط. انا كده رجعت لسن 12 سنه، لما كنت ارجع من المدرسه والاقي ماما عامله لي الاكله الجميله الحلوه دي، بحبها قوي قوي قوي. قد كده البطاطس ناعمه، وقد كده التكستشر بتاعها حلو، اللحمه المفرومه من جوه مظبوطه. نسيت اقول لكم ان انتم ممكن تغيروا الحشوه، يعني مثلا الناس النباتيين ممكن جدا تعملوا مجموعه من الخضار، تعملوهم سوتيه على النار او تشوحوهم زي المشروم، فلفل ملون، كوسه، تقلبوهم مع بعض وتحطوهم برده، وتحطوا عليهم برده شويه جبنه. لو بيحبوا الجبنه هتبقى حلوه جدا جدا. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا شير، وما تنسوش تبعتوها لكل اصحابكم وحبايبكم وقرايبكم، وخصوصا امهاتنا وجداتنا اللي اكيد الصينيه دي هتفكرهم بذكريات عزيزه عليهم. يا رب الوصفه تعجبكم، واكتبوا لي في التعليقات وقولوا لي لو هتغيروا في الحشوه هتحطوا فيها ايه. اشوفكم الحلقه الجايه.